من فوق الرؤية لا تختلف هناك في الدار البيضاء المغربية. قدوم نسور الرجاء لعشها المعروف بملعب محمد الخامس كان لاستقبال نسور الأهلي القادمة من أرض الكنانة في حضرة جمهور المكانة. اللوحات الفنية لها أكثر من دلالة لتدارك موقف الذهاب في إياب علم الجميع أنه سيكون حارقا أمام كبير الأندية في القارة السمراء الأهلي المصري. النسور الخضراء ضغطت منذ الوهلة الأولى بحثا عن هدف مبكر، وصمود نظيراتها من مصر في الثلث الأخير من الملعب كان عنوان السطور الأولى للحوار بعد تسديدة الجزائر بوزوك التي وجدت في انتظارها العملاق الشناوي. تواصل البحث عن الهدف من الرجاء ورأسية مخادعة علت بقليل عارضة الأهلي. الضغط استمر وانتج معه ركلة جزاء حددت معالمها بإعاز من الفار في تنفيذ يسري بوزوك، والعارضة المصرية تعاند المغاربة وتعلن ولاءها لمحمد الشناوي. حسين الشحات كان العين التي تراقب أنس الزنيتي من بعيد عندما سدد كرة جانبت بقليل مرمى الفريق المغربي. تواصل التشجيع وسيدة المدرجات الخضراء ربطت ماضي الرجاء بحاضره، وهي من كانت شاهدة على عصر مصطفى مستودع وهشام بشروان الذي كانت يسراه تسجل مثل هذه الكرات. الأهلي وجد الفراغات وأراد تغيير الملامح من بعيد لكن بلا جديد. تغييرات الرجاء قوبلت بأخرى من الأهلي للإبقاء على الموازنة. يسري بوزوك الذي تحرك بحثا عن تدارك ما فاته في ركلة الجزاء لم يجد حلا أمام القائد المتألق محمد الشناوي. دخول زكريا الهبطي لم يكن بالقيمة المطلوبة بعد تسديدة لم تجد لها مكانا بين الخشبات الثلاث. محمد هاني رسم مسارا في الجهة اليسرى للرجاء لولا تدخل الحارس المخضرم أنس الزنيتي. الرجاء وصل بحثه عن الهدف المفقود ومحمد الشناوي كان له رأي آخر. الجماهير الأهلوية على قلتها أعلنت فرحتها في قلب الدار البيضاء بعبور فريقها إلى المربع الذهبي للكأس السمراء. أما الرجاء فله أكثر من نظرة مستقبلية على مستوى فريقه وجب التفكير فيها، لأن اسم الفريق يحمل من التاريخ ما يشفع له ليكون بين الكبار دائما.